KDD أسرار المطبخ. وصفة اليوم: كيك الشوكولاتة مع كريمة الجناش. المقادير: 1 عبوة 250 ملي جيمر KDD، ربع كوب ماء، نصف كوب بودرة الكاكاو السادة، 1 ملعقة صغيرة فانيليا، 1 ملعقة صغيرة قهوة سريعة التحضير، 2 كوب دقيق، 1 ملعقة صغيرة بيكربونات الصودا، ربع ملعقة صغيرة بيكنج باودر، ربع ملعقة صغيرة ملح، 1 كوب زبدة KDD لينة، 2 كوب سكر بني فاتح اللون، 4 حبات كبيرة بيض. مقادير كريمة الجناش: 2 عبوة 250 ملي جيمر KDD، 400 جرام شوكولاتة، طريقة التحضير: في قدر صغير سخني جيمر KDD والماء والكاكاو والفانيليا والقهوة. قلبي إلى أن يصبح الخليط متجانساً واتركيه جانباً. انخلي الدقيق وبيكربونات الصودا والبيكنج باودر والملح. اخفقي زبدة KDD والسكر البني على سرعة متوسطة إلى أن يصبح الخليط هشاً. أضيفي البيض بالتدريج واستمري في الخفق بعد إضافة كل بيضة. أضيفي خليط الدقيق وخليط الكاكاو بالتناوب، مبتدئة ومنتهية بخليط الدقيق. اخفقي إلى أن يختلط. وزعي الخليط في 2 قالب مستدير مدهون بالزبدة ومبطن بورق الزبدة في فرن محمى مسبقاً بحرارة 180 مئوية. اخبزي الخليط من 30 إلى 35 دقيقة. بعد أن ينضج الكيك، أخرجي القوالب من الفرن ثم اتركيها تبرد تماماً. طريقة تحضير كريمة الجناش: في قدر صغير سخني جيمر KDD، أبعديه عن النار وأضيفي الشوكولاتة وقلبيها إلى أن تذوب. ضعي الخليط في وعاء مناسب ثم غلفيه واتركيه بالثلاجة ليبرد ويتماسك ويصبح قوامه سهل التشكيل. وزعي نصف كوب من كريمة الجناش على كل طبقة من الكيك. وزعي بقية الجناش على جوانب وسطح الكيك وزينيها وضعيها في الثلاجة لتبرد. قطعيه وقدميه.